بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. صوت صراخ من بابل وانحطام عظيم من أرض الكلدانيين، لأنه جاء عليها على بابل المخرب وأخذ جبابرتها وتحطمت قصيهم، لأن الرب إله مجازاه يجافئ مكافأة، وتقول: هكذا تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذي أنا جالبه عليها ويعيون. معاكم سوري. أنا شفت المسيح كتير النهاردة، جزء 51، بابل أم الزواني ورجسات الأرض. الحقيقة الموضوع النهاردة تقيل شوية. أسماء بابل: عروس إبليس، برية البحر، بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين، فخر كل الأرض، المدينة العظيمة والملكة، أم الزواني ورجسات الأرض. ده اتكلمنا عن النبي الكذاب وامرأة، وده كان في الجزء 38. واتكلمنا كمان عن امرأة وعرش في الجزء 39، وكنا بنتكلم عن عروس المسيح ومكانها في أورشليم. النهاردة بنتكلم عن عروس إبليس ومكانها شنعار في بابل. من أصعب الآيات عنها: هتظلم الأرض يوم طلوعها، فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع. هنستمر النهاردة شوية، هنفضح إبليس وأسلوبه اللي هو دايما كان بيستعمل الترغيب أو بيستعمل التهديد والترهيب. تعالوا بينا على سفر الرؤيا 17. ثم جاء واحد من السبعة ملائكة الذين معهم السبعة جامات وتكلم معي قائلا: هلم فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة، التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. فمضى بي بالروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف، له 7 رؤوس و10 قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوء رجسات ونجاسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب: سر بابل العظيمة، أم الزواني ورجسات الأرض. بجد الموضوع هيكون النهاردة تقيل شوية. ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ثم قال لي الملاك: لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها، الذي له 7 رؤوس و10 قرون. قبل ما هنبدأ النهاردة في بابل، في ملاحظة أو 3 ملاحظات في منتهى الجمال أحب أشارككم بيها، هنستعملهم النهاردة. إن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. في تأمل في كلمة ربنا أو في معنى بالذات لكلمة التوراة، غير إنها الشريعة والتعليم، هي جاية من إطلاق الشيء مرارا متوالية زي السهام اللي بتطلق من فمك وتخترق النفس والروح، فتعلم وترشد وتفهم وتفرح وتبكت على الخطايا وتفتح المجال السماوي قدامك وتوصل لقلب ربنا، ومن محبته بيستجيب لينا. وبكلمة الروح المنطوقة كمال بنعلن تشريع على الأرض ونعلن أحكام على إبليس. الكلمة دي بتفقد قوتها فيك لو أنت ما بتستخدمهاش كسهام منطلقة من الفم وتحارب بيها، وهي إنك تنطق وتشرع على إبليس ومملكته. ندي أمثلة: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم. أو نقول رافعين صليب رب الأرباب، إبليس ما يعديش وسطينا، انزع العار يا رب لا تخزينا، لا صوت للموت حوالينا، إبليس لا يقوم ولا يكون وسطينا، شددنا يا رب وقوينا، سلامك لينا وسطينا مثلا. وخارج من فمك سيف الروح الكلمة، كلمة ربنا المنطوقة، هو الآلة الهجومية الوحيدة. من فضلكم لا تسكتوا. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. اعبروا الأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل،
نقوه من الحجارة، ارفعوا الراية للشعب. الحاجة التانية هي كلمة مواليد في الكتاب المقدس. كلمة مواليد يعني استمرارية الوجود، وأساسها مبادئ السماء والأرض واستمرارية السماء على الأرض. والسماء بتستمر بالبركات، وربنا عايز يدي بركات وخيرات. ربنا مش هدف القضاء والحكم، ربنا عايز يدي عطايا صالحة ومواهب منه لينا. والبركة ممثلة في ثمار وشعوب مباركة من قبل الله. إبليس دايما عايز يعطل ويجهد بركات وعمل ربنا أول بأول، ويحط العنات. باركوا باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تنعنوا، أنتم شعبا مقدسا مفدي الرب. تالت حاجة بقى، ربنا عايز يملأ أراضينا بالمجد والبركة والنعمة، ويملأ قلوبنا محبة وعقولنا حكمة ومعرفة، عشان الروح اللي جوانا يبقى نور ويتحد بروح الله. ربنا مش هدفه، وبعدها تاني، أبدا القضاء والحكم، هو صالح وكلي الصلاح. بينا نشوف بابل أم الزواني ورجاسات الأرض. العراق حاليا متقسمة ل3 شعوب: بابل، وده جنوب بغداد أرض الكلدانيين وهم الشيعة، نينوى ودي في شمال العراق مملكة أشور وهم السنة، هي داعش وعاصمتها الموصل وهي وسط نينوى. التالت حاجة هم الماديين، شعب مادي وهم الكردستان، زمان كانوا متحدين مع فارس اللي هي إيران. ناخد بالنا بقى فين بابل هنا. النبوات عن العراق دايما هتلاقوها. النبوات عن بابل هتلاقوها في أشعية 13 وأرمية 50 و51 ورؤية 9 و16. النبوات عن أشور اللي هي داعش وعاصمتها الموصل بنينوى هنلاقيها في نحوم وصفانيا 2 وميخا 5. الماديين شعب مادي وكردستان هنلاقيهم في أشعية 13 17 وأرمية 51 من 11 للآخر الجزء. طب مين اللي أسس بابل؟ اتكلمنا في الجزء 43 اللي فات، وكان من سفر التكوين 10 إن نوح كان عنده 3 أولاد، سام وحام ويافس. سام خلف أشور، حام خلف كوش، بقي أشور وكوش ولد عم. كوش اتبنى نمرود بحسب التلمود اليهودي، إذن أشور في مركز عم نمرود. نمرود كان رمز للتمرد ضد ربنا، كان جبار صيد ضد ربنا، واتبناه كوش لتثبيت مملكته. ونمرود شجع الناس على بناء برج بابل متحديا الله نفسه، وكان ابتداء مملكة بابل كانت في أرض شنعار. كان نمرود هو مؤسس أول مملكة وهي مملكة بابل. من تلك الأرض، من الأرض دي خرج أشور وبنى هناك نينوى. إذن أشور يبقى عم نمرود، نمرود أسس بابل في أرض شنعار، وأشور بنى نينوى. بعد الطوفان حدث في ارتحالهم شرقا إنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك، وقالوا 3 حاجات كانوا سبب اللعنة. هم إيه؟ نبني لأنفسنا مدينة، برجا رأسه يكون في السماء، ونصنع لأنفسنا اسم. وهنا في حاجة مهمة نقف عندها. قبل الطوفان أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا يسكنوا الخيام وفي حالة ارتحال مستمر وراء الرب. كلمة ارتحل الشعب اتقالت 84 مرة كمان في سفر العدد، وهي كلمة ناسة بالعبري، يعني حركة ضد حركة. المقصود قوة حركة للارتفاع للسماويات ضد قوة حركة الجاذبية الأرضية. عشان كده مثلا تلاحظوا سموا شركة ناسا للملاحة الجوية والفضاء، واتطورت لتشمل تطوير الصواريخ والطائرات الأسرع من الصوت، ثم انطلاق الأقمار الصناعية. هو نوع من العبور والارتحال من الأرض للسماوات. في سفر التكوين 11 الشعوب كانت في حالة ارتحال مستمر لحد ما وصلوا شنعار فسكنوا فيها وبطلوا ارتحال. روحيا معناه انهم استسلموا للجاذبية الارضية، توقفوا عن النمو والارتفاع والسمو للسماويات، فبنوا نفسهم برج، هو برج اللعنة المضاعفة لضعفهم. هنشوفها شوية. برج الأنا والذات
برج الخوف، برج للجسد، والبرج ده بيقف بينك وبين ربنا زي جبل، وتفضل عند برجك واقف سنين طويلة ومش عارف تلم خيمتك وتستمر في الارتحال والعبور ورا ربنا. يعني تنمو وترتفع للانتصار مع ربنا، وعكس الارتفاع والنمو يبقى انت في هزيمة. الإنسان الأول يا جماعة كان ينطق بلغة الحب اللي ما يعرفش الانقسام، وتفاهم آدم وحواء بروح الحب والوحدة خلال اتضاع الروح. كان الإنسان معين لأخيه، لكن بعد الطوفان كانت خطتهم البشرية هما الثلاث حاجات: إقامة مدينة عظيمة محصنة للسماء عشان تحميهم من غضب ربنا وتوصلهم لسماء الهوى حيث يكون هناك إبليس لأنهم رفضوا المدينة السماوية. إقامة برج ذاتهم معبرين عن كبريائهم وعبادة ذاتهم، ومن البرج يترقبوا عمل الله ويقاوموه. ده لو ربنا فكر يعمل طوفان تاني مثلا. تالت حاجة: ونصنع لأنفسنا اسما. طبعا ده اسم ليهم هنا في صناعة الذات. بكده هم بيبعدوا عن الانتماء لاسم ربنا القدوس ومكانه فيهم، كده بيكسروا هويتهم الأصلية في ربنا وصنعوا لعنة مزدوجة لنفسهم. أقاموا برج ضد الرب، ومنها خرج الأبراج اللي اتطورت، وكلنا عرفنا أبراج الشهور والعرافة وعلم الغيب، وكانت حاجات وثنية وكان هدفها أساسا عبادة النجوم. دعي اسم المدينة بابل لأن الرب هناك بلل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض، ومن هنا بدأت الشعوب واللغات المختلفة. ربنا قصد بيهم خير على فكرة، قصد يبعدهم عن شر أنفسهم وعن بابل ويملى الأرض بيهم. بابل معناها كمان بالأكادية بوابة الإله، أي من بابل اتفتح باب لإله الشر على الأرض، وهي مدينة إبليس الرسمية. بابل فتحت بوابة لمملكة الظلم على الأرض لعبادة الآلهة الغريبة والأصنام. فين؟ في أرض شنعار. وشنعار يعني التمرد المضاعف، البرودة المزدوجة، الشر المزدوج، الشر المضاعف، أو أصل كل الشرور. يبقى لو نمرود معناه التمرد، يبقى شنعار معناها التمرد المزدوج والشر المضاعف والبرودة المضاعفة. هي أرض اللعنة المزدوجة، بتبقى بابل أصل الشرور المضاعفة وأم الزواني ورجسات الأرض. تعالوا نشوف شنعار في سفر الملوك الثاني إصحاح 20. في ذلك الزمان أرسل بردوخ بن بلدان ملك بابل رسائل وهدية لحزقيا، لأنه سمع إن حزقيا قد مرض، فسمع ليهم حزقيا وأراهم كل بيت ذخائره والفضة والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل حاجة كانت موجودة عنده في خزاينه. لم يكن شيء لم يريهم إياه حزقيا في بيته. كان مرض حزقيا الملك مرض للموت، صلى وربنا سمع صلاته ومد في عمره 15 سنة. فرح وأرسل له ملك بابل هدية ومن شنعار، وقبلها الملك بلا تمييز. قبل الهدية من الشيطان. هو الشيطان بيعرف يدي هدايا ولا بيخربها؟ ببساطة هو زرع زوان وسط شعب الله من غير ما يحسوا، فتح الثغرة المفسدة للكروم. وهو استقبل إبليس وقبل هديتهم وأرام كل حاجة عنده بلا تمييز، مش حاسس بالمصيبة اللي عملها. هو دخل شر إبليس بيته ورحب بيه وزرع بهديته بذر الضلال في وسط شعب الله لحد ما أخذ ملك بابل كل المملكة. ابنه منسى ملك 55 سنة في أورشليم وأقام مذابح للبعل وعمل سارية كما عمل أخاب ملك إسرائيل، وسجد لكل جند السماء وعبدها، وعبر ابنه في النار، عافى وتفاءل، استخدم جانه وتوابع، وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظتهم. ومن ملك لملك كان في السحرة والعرافيم والترافيم والأصنام وجميع الرجسات اللي رؤيت في أرض يهوذا، وده كان بكل أسف لحد عهد يواقيم الملك سنة 606 قبل الميلاد، ولحد ما سبى بابل الشعب كله. كان السبي الأول وكان فيه دانيال والفتية الثلاثة، والتاني اتاخد فيه حسقيال النبي، وجه السبي الثالث في عهد صدقية بن يوشيا وسبي فيه
أرميا النبي. طب إيه هو الفرق كده ببساطة بين العرافة والعيافة؟ هنقول تعريف بسيط. العرافة إنك تعرف وتستقبل معلومات من عالم الروح. العيافة إنك تطلق وتهمس وتنطق بالتعبيرات اللي انت سمعتها وعرفتها في الأجواء حواليك بصوت عالي. أولاد ربنا الروحيين بيستقبلوا من الروح القدس ويطوعوها ويطلقوا كلامها يعني ويقولوها، وممكن تكون نبوة أو تشريع على الشيطان. لكن لو استقبلت بطريقة نفسانية ونطقت بطريقة نفسانية دي عيافة وعرافة، دي بحكمة أرضية نفسانية وبتاخد كلامك من الشيطان. مثلا لما ابتدى يسوع يظهر لتلميذه أن ينبغي أن يذهب إلى أورشليم يتألم ويصلب، قال بطرس حشاك يا رب لا يكون لك هذا. التفت يسوع وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثرة بي. هنا نطق بطرس بدون فهم بكلام الشيطان. هي دي العيافة والعرافة، بدون قصد على حساب الحق الإلهي، وبكده هي دي فعلا العيافة والعرافة. يعني ما فيش معرفة حقيقية، هي عكس الكلمة الحية الفعالة المنطلقة كسهام ضد إبليس وجنوده. العيافة والعرافة يا جماعة بتعمل سقف بمحدودية بينك وبين عالم الروح الحقيقي، بتعمل زي سحابة تعميك عن ربنا لما الإنسان يقبلها، حتى لو قبلها بدون معرفة روحية حقيقية. طيب تعالوا على سفر يشوع من إصحاح 5 ل7. هنا في شوية حاجات بصراحة أنا ما كنتش فاهماها، لكن لما فهمت الحاجات اللي أنا قلت لكم عليها قبل كده بدأت أفهم الموضوع. مثلا في حرب أريحة في يشوع 7، ربنا حرم على يشوع وعلى الشعب إن ما حدش ياخد حاجة من أريحة، لكن طمع عاخان بن كرمي في رداء شنعاري. شنعاري مرصع بالأحجار الكريمة. في التلمود قالوا هذا الرداء رداء ملوكي، بيعملوه سحرة شنعار البابليين ويقروا عليه قراءات سحرية كطقس رداء ملك شنعار، ليه طقوس وقراءات سحرية وذبائح شيطانية بتقدم بدم الأطفال. وواضح إن الحاجات اللي أخدها كانت من معبد للأوثان وخباها في الأرض عنده، وقال لهم ربنا في وسطك حرام يا إسرائيل، فلا تتمكن للثبوت أمام أعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم. وبسبب اللي خده عخان انهزم كل الشعب. ربنا لا يقبل أن تشركوا أبدا مع الأوثان، الله قدوس وبار ولا يقبل هذه النجاسات. وزي ما قلنا اتعمل سقف واتعمل محدودية. طيب عخان بن كرمي ده اسم عبري معناه المزعج أو مكدر، من سبط يهوذا. اسمه ارتبط بفكرة جلب المصايب والصراعات، وهو من نسل الزارح ابن يهوذا من ثمار كنته، وقد مات رجما بالحجارة لأنه أخذ من حرام عندما سقطت أريحة في يد بني إسرائيل. لما أخذ عخان في يعني الغنيمة، كان في الغنيمة رداء شنعاري نفيس اشتهاها. أول حاجة أخدها وطمرها في أرض خيمته. هو مش عارف إنه جاب مصيبة اللعنة لنفسه وللشعب، وبيفتح بوابة الشر والشرير ورئاساته. اللي عمله ده كأنه عمل سقف بين الإنسان وربنا واتكسر العهد، وعمل هو يعني استدعاء للرئاسة الشيطانية في عالم الروح. عشان كسر العهد مع ربنا فانهزم الشعب في الحرب في منطقة عاي. رداء ملوك إبليس بيفصل ويقسم بيننا وبين ربنا، لكن رداء المسيح بيضمنا ويوحد بيننا ويحفظنا ويستر علينا. عاي يا جماعة ده اسم عبري معناه خراب. فلما اتهزموا في عاي مزق يسوع ثيابه، شفتوا بقى الثياب اهي، وسقط على وجهه للأرض أمام تابوت الرب لحد المساء، هو وشيوخ إسرائيل، ووضعوا تراب على رؤوسهم وصلوا لربنا. هنا كأنه مزق طوب الخيانة واتضع أمام ربنا، لأن الحل عند ربنا وحده، هو اللي يقدر يرفع اللعنة المزدوجة، هو اللي يقدر يكسر سقف الانفصال وحده ويكسر ظلال السحر والرئاسة الشيطانية. أخذ يشوع عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب للحاجات اللي خدها، وبنيه وبناته كله ليه وجميع إسرائيل معاه، وصعد بيهم لوادي عاخور يعني وادي الإزعاج.
رجموا جميع إسرائيل بالحجر، أحرقوا بالنار ورموهم بالحجر، وكأنهم دفنوا حرقوا روح الإزعاج واللعنة المزدوجة اللي جت من شنعار، ورفضوا سيطرة الرئاسة الروحية عليهم، وهدموا السقف كده بينهم اللي كان بينهم وبين ربنا. في حاجات بتبقى زي الوباء ما ينفعش فيها غير الحرق، زي كمان سدوم وعمورة بسبب الشذوذ الجنسي. تعالوا على سفر زكريا إصحاح 5. ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي: ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج. فقلت: ما هو؟ قال: هذه هي الإيفة الخارجة. وقال: هذه عينهم في كل الأرض. وإذ بوزنة رصاص رفعت، وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة، فقال: هذه هي الشر. فطرحها إلى وسط الإيفة، وطرح ثقل الرصاص على فمها. ورفعت عيني ونظرت، وإذا بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما، ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق، فرفعتا الإيفة بين الأرض والسماء. فقلت للملك الذي كلمني: إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة؟ قال لي: لتبني لها بيتا في أرض شنعار، وإذا تهيأ تقر هناك على قاعدتها. ربنا بنى لنفسه بيت في أرض أورشليم زمان، وكنيسة حاليا، وإبليس بيبني لنفسه بيت في العراق. فين؟ في أرض شنعار، لأن غالبا الفردوس وآدم ونوح وأغلب الأحداث الأولى كانت في العراق، وانطلاق الخراب على كل الأرض في آخر الأيام هتنطلق من العراق. الإيفة هي وحدة قياس كبيرة واسعة جدا، ده بيعبر عن ضمير الشر الواسع من سرقة وغش وتزوير وظلم وقساوة وسحر وعرافة، ودليل كمان على صبر ربنا الكبير عليهم. إذن الإيفة هي المكيال اللي ربنا أعطاها أمر بالحركة، ومعناها إن ربنا بيقيس الشر في العالم، بس المكيال مازال لم يكتمل بعد. وعلشان كده الإيفة كان عليها غطاء من الرصاص، عشان ربنا لسه ما صرح لهاش بالحركة. وجواها في وسطها امرأة وهي الشر، في وسطيها يعني هي في محور كل الشر. هي مستبدة وتجارتها المادية والروحية مغشوشة، حاولت تتحرك لكن الملاك حدفها جوه الإيفة، لأنه مش مسموح ليها بالحركة دلوقتي. الإيفة كانت مقفولة بغطاء من الرصاص. احنا شايفين الشر قد ايه قاسي وصعب، لكن لسه محبوس ومش قادر يتحرك. لكن هيجي وقت وهيسمح لها بالحركة، والعالم هيشوف أيام مرة، وستقود هذه المرأة العالم كله. الإيفة ممسوكة ومحمولة بامرأتين وطايرين بأجنحة، دليل على سرعة الحركة والانتشار، يعني مسرعين إلى الهلاك والفساد، لأن طريق الشر واسع. الريح في أجنحتها يعني ليهم أجنحة كأجنحة اللؤلؤ. روح النجاسة والضلال والخطية هي اللي بتحملهم، لأن اللؤلؤ طائر نجس يعيش على الجيف والقذارة، ومن له أجنحة اللقلق ينجذب لكل ما هو ميت ومتعفن ونجس. أما من له أجنحة الحمام يعني الروح القدس، هو ينطلق بهما للسماء. وذهبتا بالإيفة لتبني لها بيتا في أرض شنعار، وإذا تهيأ تقر هناك على قاعدتها. الإيفة محمولة بامرأتين وطيرين، وهي هتستقر على الوحشين. الوحش الخارج من الأرض وهو النبي الكذاب، والوحش الخارج من البحر وهو ضد المسيح، وهم مملوئين بروح النجاسة بعبادة ضد المسيح وروح الضلال، وبيرفعوا الإيفة للإعلان في الهوى، والعالم كله هيشوف. وبيمثل الميديا الآن طبعا وسرعة الانتشار. الميديا بوابة اتفتحت، وعدو الخير بيستغلها بأفلام مثلا يطوعها لطمس الحقائق وخلطها، أو تشويهها وتلويها يعني يلفها، أو للتشكيك في الحقائق السماوية، أو تسليط الأضواء على حاجات وإخفاء أجزاء تانية، وتتبع الألوان والأضواء. يعمل مساج للمخ، ويعمل تتابع لمراكز معينة في المخ لاستقبال عنف وأمور انتقامية مثلا، أو غيرها من الأمور اللي ما بترضيش ربنا. وممكن بتوصل الشباب بكل أسف في بلادنا الأوروبية
للانتحار. أهم حاجة جوه الإيفة هي المرأة الجالسة على الوحش في سفر الرؤيا 14. ويوحنا كان متعجب جدا منها، هي متركزة على الوحش وهي طبعا بابل أم الزواني. الزنا هنا بيعبر عن أنها تركت إله السماء وذهبت وراء إبليس إله الأرض واستقرت في أرض شنعار، أرض اللعنة المزدوجة. بينا يا جماعة نشوف آلهة بابل. آلهة بابل وأهمهم مردوخ يعني الموت أو الذبح، أو عجل الشمس. هو كبير آلهة بابل حامي المدينة وملك الآية. ناخد بالنا من الاسم التاني، اسمه بيل، ده إله الشمس والربيع. معنى بيل التخدير وتشويه الحس اللي جواك. التالت بقى نابو، ده اسمه إله العلم والمعرفة والغيبيات. كان رب الحكمة والعقل والكتابة، وهو مسؤول عن الإذاعة يعني هو اللي مسؤول عن الميديا. استراتيجية بابل، أسلحتها وطريقتها. تعالوا نشوف كده. أول حاجة إحنا عارفينها الترهيب والتهديد والتخويف. يقول حبقوق النبي عن الأمة الكلدانية: هي هائلة ومخوفة، خيلها أسرع من النمور وأشرس من ذئاب المساء، وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل. تاني حاجة الرياء والنفاق. أسلحة بابل الكبرياء الداخلي، ومن الخارج يبقى كلام معسول بنفاق وخبيثة، يعني الظاهر تواضع وكلام معسول لكن القلب مليان كبرياء وخبيثة. ودول نوعية من الناس اللي بيقاومهم ربنا. عايزين نشوف أمثلة؟ طب تعالوا نشوف. كان عزية الملك، ومعناه من أعانه يهوى ملك يهوذا. كان يعبد يهوى وعاش حياة مستقيمة، لكن لم يدمر بيوت الأوثان ومعابد الآلهة الأخرى. ارتفع قلبه وكسر الشريعة، وحاول إنه يوقد على مسبح البخور جوه الهيكل. غضب عليه ربنا وضرب بالبرص اللي لازمه حد وفاته، ونشوفنا كده قاومه الله. حزقيا الملك كمان ارتفع قلبه، قاومه ربنا دايما يقاوم المستكبرين، فما بالك الخبيث المتخفي تحت فضيلة التواضع وبيمثل عن الناس. تفتكروا ربنا هيسيبه؟ أبدا، هو إله المجازاة، وطبعا مستحيل. تالت حاجة بتستعملها بابل تشويش التمييز جواك. في تشويش حوالينا جماعي لنفقد الاتجاه السليم. التمييز أصبح أساسي لمعرفة الاتجاه السليم للحركة حاليا. ده عامل زي جهاز الGPS، يعني اللي هو بيوجهك للتمييز جواك. بابل بتشتغل على تشويش التمييز فتفقدك اتجاه الحركة السليم. التشويه الهوية، تشويه الهوية الأصلية والعقل والتفكير والضمير. بتشوه الحق وتشوه حتى صورة ربنا جوانا، زي ما عملوا مع دانيال والفتية. غيروا أساميهم، أعطوهم أسماء بابلية، بيعلموهم حكمتهم، عايزين ينسوهم هويتهم. بياخدوا فتيان يربوهم ويعملوا ليهم غسيل مخ، ويجبروهم على السجود للتماثيل، ويعلموهم لغة بابل وكتابتهم عشان ينسوا لغتهم وثقافتهم. بيغيروا حتى أسمائهم. بابل بتعمل تشويه لهويتهم الأصلية عشان يفكروا ويعيشوا بطريقة بابل. كام واحد كان في المملكة الشمالية والجنوبية سوبيوا لبابل، وكام واحد ثبت زي دانيال. الميديا كانوا بيأسسوا طريقة معينة للتفكير الجماعي بالترغيب ومكافآت، أو عن طريقة القطيع العام. ياخدوا الفتيان والأشبال الصغيرين ويربوهم على إيديهم ويشجعوهم ويعلموهم إيه؟ حياتهم البابلية. الميديا دلوقتي يا جماعة بتعمل عمل سحرة وحكماء بابل اللي كانوا بيلفوا في وسط الناس ويذيعوا اللي هم عايزينه، والناس بتمشي وراهم وفاكرين ان ده الصح. تشويش المعرفة والمعلومات الروحية والأخلاقية، ومقاييس بابل اللي بتقنعني بانه لازم يكون كده علشان تبقى زي الناس اللي حواليك وتعرف تعيش. وبدأت بابل تربي الأجيال الحالية من صغرهم على الميديا، ومن خلال التليفونات اللي أصبحت في إيديهم بصفة مستمرة. وأصبح ما فيش وقت لربنا ولا للتربية الأسرية ولا الكنسية. وهيقولك في زمن الضيقة العظيمة لازم تحط سمة الوحش،
لأنك مش هتعرف تخدم ولا تعيش في المجتمع ولا تشتغل ولا تاكل ولا تتعالج ولا من غير هذه السمة. لأن بابل شغلها على الذهن وتنشر أفكار غلط وتقنعك بيها والكل يمشي وراها. التضليل، تضليل الحقائق حتى الكتابية. مثلا بابل بتقول إن ربنا رفض شعبه ورماهم في السبي، ورد بولس الرسول فأقول ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. في زمن الضيقة العظيمة هيتقالك لازم تحط سمة الوحش، فيقولك مثلا لازم تحطها علشان تقدر تتحرك وتخدم. بقولها تاني اهو، ومش هتعرف توصل من مكان لمكان الخدمة من غير. بيضحكوا على الناس ويلخبطوا. اللي بيحصل دلوقتي بداية البابل في طريقة لبس السيدات والأفلام للأطفال، تعليمهم الشذوذ هيقولوا لهم عادي، الإجهاض عادي، الإباحية طبيعي، العناد والعنف في في وقت المراهقة ده وقته هيعدي. يا جماعة دي كارثة، كارثة بكل المعاني وفي كل الاتجاهات. سابع حاجة التسلط والسيطرة والاستبداد والغطرسة. اسلوب بابل عايز يسيطر على الارض ويستعبد الناس ويكون كرسيه قدام كرسي الله. وفي ناس كتير النهارده بيستعملوا اسلوب السيطره والتسلط ده ومن ولاد ربنا وحتى جوه بيوتهم. ويرد عليها وعليهم ربنا ويقول لها اهبط الى الهاويه فخرك رنت اعوادك، تحتك تفرش الرمه وغطائك الدود. في سفر الرؤيا 17 هي أي بابل جالسة على وحش قرمزي يعني التنين، مياه كتيرة يعني شعوب وأمم، 7 جبال يعني 7 ممالك، وبابل هي التاج اللي أجلسها التنين عليهم يعني هي فخر منتجاته. ببساطة روح بابل لما تلاقي روح برودة وفتور بتنسكب على قلبك وعلى علاقتك بربنا، بتصلي ولا لا مش فارق، بترنم ولا لا مش مهم، بتسبح العلي القدوس ولا لا نشوف بكرة، تلاقي الكسل وروح التسلط والعناد مليينك وفي البيوت والتراب محوط بيك. النجاسة تاني حاجة، في وقت السبي العاشوري للمملكة الشمالية إسرائيل بعت سرجون الملك بابليين وأخدوا معاهم آلهتهم البابلية لما سابوا المملكة الشمالية. آلهتهم أهمهم كانوا زي ما قلنا مردوخ وبيل ونيبو وآكو، وكان ليهم زوجات. فعمل أهل بابل سكوت بنوث. سكوت بنوث يعني خيم للبنات الآلهات، وأصبحت النجاسة أساس هذه العبادات، وسقط شعب إسرائيل في هذه النجاسات في السماء. والأصعب كانوا بيخلطوا بين عبادة ربنا إله السماء مع عبادتهم الوثنية، ودخلوا كمان في عبادة الشمس والقمر والنار. تاسع حاجة السحر والتنجيم. في سفر أشعياء 47 انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على الأرض بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين، قفي في رقاق وفي قصر سحورك التي فيها تعبت منذ سباق. ربما يمكنك أن تنفعي، ربما ترعبين، قد ضعفت من كثرة مشوراتك. ليقف قاسم السماء الراصدون النجوم المعرفون عند رؤوس الشهور ويخلصوك مما يأتي عليك. ها إنهم قد صاروا كالقش أحرقتهم النار، لا ينجون أنفسهم من يد اللهيب. طبعا ده عبارة عن غضب ربنا عليهم وقضاء. 10 الإغواء، طبعا شهوة العيون، شهوة الحس، تعظم المعيشة، يغويك بأكل وشرب عشان يدخلك في شهوة البطن والنهم. كان دانيال جعل في قلبه إنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروب. بينا على سفر أشعياء الإصحاح 14. الهاوية من أسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك، منهضة لك الأخيلة، جميع ظماء الأرض أقامت كل ملوك الأمم عن كراسيهم. كاس دم القديسين اللي بتشربيه يا بابل فرحانة أضعاف شر وتمرد هيرجع على راسك أضعاف أضعاف. دي ببساطة أهبط إلى الهاوية فخرك، رنك أعوادك، تحتك تفرش الرمة وغطائك الدود. طيب يا جماعة،
إحنا لازم نعرف إحنا في الأحضان الإلهية في ستر العلي محروسين زي ما شفنا في الجزء اللي فات. نار محبة المسيح اللي في قلبك تطفي كل نيران بابل وكل قوة العدو. ما تعلقش قثاراتك، استمر في التسبيح والعبادة وكلك ثقة في ربنا، اسجد لربنا هو يتصرف. صلاتك وانت رافع عينيك للسماء المفتوحة فوقك وجوه قلبك مش هيقدر عليها إبليس ولا جنوده. هنا الذهن الذي له الحكمة، عايزين أفكار وميديا مسيحية لتوعية الناس عن تأثيرات بابل على الجيل الجديد. الاتضاع الحقيقي كمان مش هيخلي بابل تقدر عليك. القداسة، الاتحاد والالتصاق بربنا. لازم نكون واعيين وعارفين إن فادينا رب الجنود واسمه قدوس إسرائيل. لازم نكون واثقين في يمين إلهنا القدير القادر على كل شيء، وإنها قوية وذراعه رفيعة. إلهنا إله جبار وضابط الكون، ومين هيقدر يقف قدامه؟ هويتك أنت كنيسة، جسد المسيح الواحد، عروس المسيح. أنت هيكل، أنت جندي في جيش المسيح السماوي، مملوء بنار الروح القدس اللي تحرق ويهرب قدامه أي شر. أنت متحد مع سحابة شهود في السماويات، متحد مع الأجناد السماوية لمجد النعمة الإلهية. المسيح يسكب روحه عليك في تلك الأيام، يسكب فيك غنى مجده ونعمة عظيمة تناسب الزمان والأيام الأخيرة، ويعطينا الرب بحسب سخائه. هيدينا مسحة مضاعفة، غلبة مضاعفة، انتصار كامل، نعمة مضاعفة، سلطان مضاعف. وفي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. اسمحوا لي بقى دلوقتي أقول لكم: أرفعك، أسبحك، أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس وأسجد عند موطئ قدميك لأنك إله العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لكل كرامة والسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة لكل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين.